ليه بيقولوا على يويا هو سيدنا يوسف؟ وهل الكلام ده حقيقي؟ الأول اللي ما يعرفش يويا ده كان وزير وكاهن كبير في البلاط الملكي في عهد الملك تحتمس الرابع وأمنحتب الثالث، يعني أسرة 18. كان راجل ليه نفوذ كبيرة جدا، وصل لمرتبة عالية جدا. زوجته الملكة تويا، ودي كانت برضو سيدة ومرموقة جدا. بنتهم الملكة تي زوجة أمنحتب الثالث وأم إخناتون وجدة توت عنخ آمون. المهم يويا أو يقال إن هو سيدنا يوسف، المومياء بتاعته هل اكتشفناها؟ اكتشفنا المومياء بتاعته سنة 1905 في وادي الملوك في مقبرة رقم 46 بتخصه هو وزوجته الملكة تويا. لقينا جوه المقبرة بتاعته كنوز أثرية، وكمان الموميا بتاعته مثيرة جدا للجدل. ليه؟ لأن الملامح بتاعت يويا مش مصرية خالصة، وده طبعا عمل ضجة كبيرة جدا وقت اكتشاف الموميا. ملامحه أنف صغيرة وشعر أصفر مايل للبني الفاتح وبشرة فاتحة، مش ملامح المصريين القدماء. فاهمين؟ فالملامح فيها شبه مثلا من الآسيويين أكتر من إن هي تكون فرعونية. الموميا محفوظة والملامح موجودة والشعر الأصلي موجود وإيده على صدره ورموشه موجودة والفك والسنان موجودين، بيظهر أكنه نايم في سلام. ده من المومياوات الواقعية في مظهرها، لدرجة إن انت لو شفتها تقول إن هي شبه حية لكن هي متوفية. الموميا موجودة في المتحف المصري الكبير. الموميا دي خلت ناس كتير قوي تسأل عن أصل يويا، هل ده مصري هل مش مصري؟ في ناس كتير حاولت تربط ما بينه وما بين سيدنا يوسف بسبب ان شكل ملامحه مش مصرية وان هي ملامح آسيوية. خلينا متفقين يا جماعة اللي سيدنا يوسف ملوش اي علاقة بيويا لأسباب كتير جدا، والبحث الأثري والديني والتاريخي بيأكد كده. مفيش أي علاقة بالموميا بتاعة يويا وما بين سيدنا يوسف. أولا زمن سيدنا يوسف مختلف تماما عن زمن يويا بحوالي 300 سنة أو أكتر. كمان جسد الأنبياء يا جماعة مش بيتحلل ومش بيتحنط ومكرم، فمستحيل يكون جسد نبي في تابوت أو في موميا زي موميا يويا.